سؤال مهم جدًا ومتكرر وهو تطعيم الروتة أو التطعيمات الإضافية. هل التطعيم ده مهم والّا مش مهم؟ تطعيم الروتة مهم جدًا والتطعيمات الإضافية مهمة جدًا زيها زي التطعيمات الإجبارية بالضبط، لكن إحنا للأسف في مصر التطعيمات دي مش من ضمن الجدول التطعيمات الإجبارية، برّه مصر وفي الدول العربية التطعيم ده إجباري زيه زي كل التطعيمات اللي إحنا بناخدها في الصحة. طيب سؤال تاني غريب كده باتسأل اللي هو طَب ابني ما خدوش هيجرى له حاجة؟ ده حاجة في علم الغيب، إحنا بناخد تطعيم علشان خاطر نقوي مناعة الطفل ضد مرض معيّن عشان لو اتصاب بفيروس الروتا الدور ما يبقاش عنيف عليه أو ما يعني يقلل معدل الإصابات أصلًا، إنما هيجرى له حاجة والّا لأ ده حاجة في علم الغيب، ما ممكن ياخد التطعيم ويجرى له برضه، وممكن ما ياخدش التطعيم وما يجرالوش يعني دي حاجة بتاع ربنا، إحنا بنعمل اللي علينا، بناخد التطعيم عشان نحمي أولًا التطعيمات مهمة جدًا وبتقلل معدل الإصابة وشدة الدور لو جاله الفيروس نفسه وعمل له دور نزلة معوية. طيب عايزين نتكلم على تطعيم الروتا لوحده. فيروس الروتا من الفيروسات المشهورة جدًا، بتعمل نزلات معوية عنيفة جدًا، الطفل بييجي له إسهال شديد، إسهال مائي، الطفل بيفقد مَيّة كتيرة جدًا في من جسمه، وبالتالي بيحصل إن هو بيدخل في جفاف سريع وبيروح المستشفى ونعلق له محاليل، يعني قصة صعبة شوية، وبالتالي من هنا بتظهر أهمية تطعيم الروتا اللي بيقلل معدل وشدة إصابة الطفل بفيروس الروتا ودور النزلة المعوية المصحوب ليه. طيب إيه هو تطعيم الروتا؟ إحنا عندنا طبعًا نوعين موجودين اللي هو روتاريكس أو روتاريك ده جرعتين وده 3 أشهرهم روتاريكس ده بيبقى عبارة عن جرعتين. لازم الطفل ياخد الجرعتين دول قبل ما يتم 6 شهور، ودي المشكلة إن معظم الأمهات على ما بتسمع إن في حاجة اسمها تطعيمات إضافية بيكون الطفل عنده سنتين، 3 سنة ونُص، يعني بتكون خلاص فاتت الفرصة يعني. طيب الجرعتين دول بيتاخدوا بالفم، بيتاخد ما بينهم يعني الجرعة الأولى والتانية فرق حوالي 6 أسابيع، يعني شهر ونُص، شهرين، ما فيش مشكلة. فلازم الطفل ياخد الجرعتين مثلًا عند شهرين و4، 4 و6، 3 و5، المهم قبل ال6 شهور نكون خدنا الجرعتين بتوع تطعيم الروتا، وهي جرعات بسيطة ما بتعملش سخونية زي باقي التطعيمات. في ناس بتقول التطعيم غالي شوية، هو طبعًا غالي بس ده أكيد أرخص بكتير من إن أنا ابني يتعب وييجي له دور ويتحجز في المستشفى ونكشف ونعلق محاليل، فأكيد لو جاله مرة دور نزلة معوية هيكون أغلى بكتير من تمن التطعيم. التطعيم موجود في المصل واللقاح وفروعه المنتشرة في كل الجمهورية، وموجود في الصيدليات الكبيرة، وفي بعض الأطباء بيبقوا عندهم التطعيم في عياداتهم، يعني الموضوع موجود مش نادر. طبعًا في تطعيمات تانية كتير ممكن نبقى نتكلم عنها زي تطعيم المكورات الرئوية بتاع الالتهابات الرئوية وده 4 جرعات بيتاخدوا برضه 2 و4 و6 وعند سنة ونص، في الالتهابات السحائية، في حاجات كتير وتطعيم الإنفلونزا، وفي حاجات كتيرة بنتكلم عليها تطعيمات إضافية اللي يقدر يديها لابنه طبعًا أو ابنه أو بنته حاجة مفيدة جدًا وبتحمي من أمراض كتيرة وبتقلل شدة الإصابة من الأمراض دي. أتمنى الفيديو يكون مفيد وأتمنى إن أنتم تنشروه للناس كلها، واللي استفاد من الفيديو يا ريت يعني يكتب لي إن هو استفاد من الفيديو عشان ده بيشجعنا إن إحنا نعمل فيديوهات تانية، وأشوفكم على خير إن شاء الله.